بعد فيديوهات الحريف والبيضة والحجر والبيه البواب وآيس كريم في جليم، جبتلكوا الجراج بتاع فيلم مستر كاراتيه. هنا في قلب الزمالك، العمارة اللي على شمالك دي، والجراج ده بنفس باكياته وحيطانه اللي لسه بتعافر مع الزمن، وكأنها بتقول لنا تعالوا احكيلكوا القصة. تعالوا اوريكوا المحل اللي كان في الفيلم محل شرايط الفيديو. ايوه هو ده الفيديو اللي انتهى وبقى ذكرى في طي النسيان. هو محل ملابس في الأصل زي ما هو، باليافطة والاسم والبيبان، ومفيش حاجة فيه اتغيرت من 33 سنة، وكأنه شاهد على كاميرا المبدع محمد خان اللي مشيت هنا في نفس المكان والشارع مع حبيبنا أحمد زكي. لسه الشارع بيعافر وصامت قدام الزمن وعمايله، ولسه المحل بألوانه وحالته مستنينا عشان يفكرنا بزمان، زمان اللي كان أجمل ما فينا، ولهفة شريط الفيديو أول ما ينزل، ولمة العيلة قدامه ليلة الخميس. مين يقدر ينسى ده؟ وده أتوبيس 13 اللي ظهر في الفيلم، والوحيد اللي كان بيدخل الزمالك وبيعدي من أبو الفدا، بقى ذكرى هو كمان. تعالى أوريكوا الجراج الكبير اللي تحت كوبري 15 مايو، اللي شاهد على فيلم حبينا تفاصيله ومزجته وأغانيه. في نفس المكان ده وتحت الكوبري كانت نصبة الشاي من 33 سنة. لسه الرصفة والحيطان والشجر حافظين الذكريات أكتر مننا. وهنا على الكوبري كان شنكل ابن شناكل بيعمل نوش. وهنا تبقى نهاية الحكاية عشان نفتكر فيلم رغم بساطته إلا إنه شايل أجمل ذكريات عشناها، مستر كاراتيه. وارقص كده على 1:30.